صعوبات ومشاكل في الحياة، كلنا عندنا ضغوط يا صديقي، بس انا جايب لك الحل النهارده لاي ضغط في الحياة واي خوف من المستقبل. الخوف اللي بيوقفك يا صديقي، اللي بيخليك ما تعملش اي حاجة وثابت مكانك ويدعوك للكسل والتكاسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ مشكلة بتواجهنا كلنا يا صديقي وهو الخوف من المستقبل. مشكلة بتواجهنا يا صديقي الا وهي اللي احنا مش بنتوكل على الله حق توكله. مشكلة يا صديقي بتواجهنا كلنا اللي احنا بنتعلق بالاسباب وننسى رب الاسباب. انا جايب لك الحل يا صديقي النهارده من سيرة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاث خطوات في نهاية الفيديو هيخلوك تتعامل مع اي موقف في هذه الحياة. بس قبل ما نبصيك نشترك لايك واشتراك وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط اللي في وصف الفيديو، وتعليق تعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا صديقي نفهم، يلا نفهم ببصيرة رايقة. بص بقى يا صديقي، زي ما انت عارف ان الحياة مليانة ضغوط. يعني انت لو سألت طفل عنده 7 8 سنين يقول لك يا المذاكرة تقيلة اوي عليا مش عارف مالي. ولو سألت حد عنده 10 سنين نفس الكلام، ومعاك بعد كده الكلية، وبعد كده لما تتخرج وتطحن وتمرمط وتتشحطط، بعد كده تخش على معمعة الجواز وتتنفخ وتحط عليك، وانت كذلك برضه، يعني الحياة بتبقى صعبة قوي. لكن يا صديقي ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت عارف ان هو ما بيسيبناش. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي لما خلقنا عارف طباعنا، عشان كده حطلنا في القرآن الكريم وعلمنا على سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجات تخلينا نقدر نعيش ونقدر نتحمل هذه الحياة. فاولا كده يا صديقي لازم نفهم مفهوم كويس جدا، الا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. هتقول لي يا عم احنا كلنا بنتوكل على الله، اقول لك لا يا صديقي، التوكل على الله هو ان تاخذ بالاسباب وتتوكل، تعتمد على رب الاسباب. اوعى يا صديقي قلبك في يوم من الايام يتعلق بسبب، لان الاسباب الى زوال والباقي هو مسبب الاسباب. واليك يا صديقي موقف من سيرة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا الحوارات دي. ولك يا صديقي في غر ثور كده، والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابه الكريم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاعدين كده خايفين. قريش فوقيهم يقول لك لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. الموقف ده احنا كلنا عارفينه، يعني بنسبة 97.9 كلنا عارفين الموقف ده. لكن مين اللي بيعمل بيها صديقي؟ انظر الى رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خلي بالك النبي كان واخد بكل الاسباب اللي انت تتخيلها واللي انت ما تتخيلهاش. كان واخد تخطيط سري، كان مخطط كويس جدا مين اللي هيعمل اي كل حاجه، كل موقف كان محدد له مين اللي هيعمله، مين اللي هيجيب الاكل، مين اللي هيتجسس على قريش، مين اللي هيمسح الاثر بتاعنا، مين اللي هيدلنا على طريق، كل حاجه. لكن يا صديقي لما الاسباب دي ما عملتش حاجه وخلاص بقى هم على شفا جرف نهار، زي على تعبير القرآن، والأسباب كلها راحت، لكن هم كانوا مش متعلقين بالأسباب، كانوا متعلقين بمين؟ برب الأسباب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تبقى النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يعني إيه؟ يعني نزل عليه السكينة، ربنا من فوق 7 سماوات أنزل على أبي بكر السكينة، وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فخلي بالك يا صديقي إن ربنا عمره في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك أبدا. ليه؟ لأن أنت متعلق بيه هو، مش متعلق بسبب من الأسباب. فلو ذهبت الأسباب فبقي لك مسبب الأسباب، وبقي لك من لا يتأثر بالأسباب، وبقي لك أنا معلش بس في اللغة العربية أعذرني بقى يعني. وبقي لك يا صديقي سبحانه وتعالى من يفعل أشياء بلا أسباب. وإليك يا صديقي الثلاث خطوات العملية اللي هتخليك تقدر تتعامل مع أي موقف في هذه الحياة بإذن المولى سبحانه وتعالى بقوته. مش شطارة مني والله يا صديقي. اسمع بقى معانا أول خطوة، ألا وهي اسكت 5 دقايق. هتقول لي اعمل فيهم ايه؟ اقول لك يا صديقي قوم زي الشطور وامور وعسول، وقوم خش الحمام وتوضى وصلي ركعتين
وفضي الشحن والغضب والخوف والتوتر وكل الحلويات دي فضيها وانت ساجد، وانت بتقول يا رب، وانت جبينك على الارض وبتكلم من في السماوات، وانت بتكلم من بيده خزائن السماوات. خلي بالك يا صديقي، الركعتين دول تطلع منهم يا اما مشكلتك هتحل، يا اما ما هيكونش في مشكله اصلا. اما بقى تاني خطوه يا صديقي، فهي خطوه جميله جدا جدا جدا، الا وهي اللي انت تكتب اللي خايف منه. تكتب اسوأ موقف، اسوأ سيناريو. بص الموقف اللي هو ايه، اللي هو كده، اللي هو صعب جدا حد يتوقع اصلا الموقف ده، اللي هو اسوأ نتائج، وتقعد تتفكر فيه. انا لما يحصل لي الموقف ده ايه النعم اللي هكون فيها؟ طبعا النعم كتير قوي. كفايه اللي انت بتمشي، كفايه اللي انت بتشوف، كفايه اللي انت بتسمع، كفايه حاجات كتير قوي. فمهما كانت النتيجه سيئه، رحمه ربنا هتكون معاك، وتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيختار لك ما يرضيك وما يصلحك، لا ما تختاره أنت، لأن ما تختاره أنت ربما يكون فيه قصر نظر. وأما بقى الخطوة الثالثة يا صديقي، فلعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها الصحابة الكرام، اللي أنت دايما تتعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. أيوة، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب كلها، خذ بالأسباب كلها، كل ما تتخيله من الأسباب خذ به، ولكن اوعى صديقك تتعلق بيها، لأن الأسباب دي كده كده إيه، زينة. وربنا سبحانه وتعالى لما بيريد شيء ماذا يقول له؟ كن فيكون. على طول يا صديقي، ما بيفوتش سبحانه وتعالى الحاجة اللي يريدها سبحانه وتعالى، يقول لها كن فتكون. فدايما تعلق بربنا سبحانه وتعالى. يبقى قلنا يا صديقي تصلي ركعتين، تكتب أسوأ المواقف، وتتذكر وتتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، وثالث خطوة تتعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. وبس كده يا صديقي، هيكون عندك قوة في مواجهة المستقبل انت ما تتخيلهاش يا صديقي. ليه؟ لأن انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، معاك دعائك، معاك تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت خايف من ايه يا صديقي؟ خايف من ايه وانت معاك ربنا سبحانه وتعالى؟ وبس كده يا صديقي، مش لك واشتراك، تتابعنا قناتنا قناه سبب بتلاقيه في وصف الفيديو، وتراك في التعليقات في هذه الحلقه، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبس كده، اسال الله ان عنكم هموم وشرح لكم صدور صدقاتنا وقاتكم، فانه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم اني في احبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.